انا اتكلم على انه بتكلم على الامن القومي المصري. وانا بتكلم على الامن القومي المصري بقول دلوقتي ان كل ما يحدث في غزه هو امن قومي مصري، كل ما يحدث في العراق هو امن قومي مصري، كل ما يحدث في سوريا او في السودان او ليبيا هو امن قومي مصري. غزه، انا كمصريه مع اخي او اختي الفلسطينيه، ولكني ضد حماس وبعلنها صراحة، واعتقد ان كل المصريين في حالة صراحة ضد حماس. حضرتك شايف انه ما يحدث الآن من رفض للمبادرة المصرية وما يحدث من تركيا مع قطر لإجراء مبادرة أخرى لإحراج مصر وكمان لاستمرار الوضع على ما حواليه، كيف ستهدأ المنطقة في غزة عشان تهدأ المنطقة في مصر؟ ولا ده كمان من مصلحة إسرائيل وأمريكا ومصلحة الإخوان بقاء هذه المدة وتطويلها حتى تنفصل؟ عشان أكمل لك بس الإشاعة، حتى تنفصل الضفة عن قطاع غزة، الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإنشاء دولة للإخوان في غزة. دي مش إشاعة اللي حضرتك قلتيها، ده اللي انت قلتيه ده هي الخطة بتاعتهم. والله طب أنا عارفة حضرتك قلتي الخطة اللي هم بيسعوا جاهدين لتحقيقها. أنا عاوز أقول الأول للمواطن المصري بصفة عامة أن الأمن القومي المصري ليست حدوده هي الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية، ولكن يمتد الأمن القومي المصري شرقا من أول إيران وجبال زاجرس في الشرق إلى جبل طارق في الغرب، وإلى منابع النيل في الجنوب ومدخل البحر الأحمر وإلى شرق البحر المتوسط. وكل ما يدور في الدول في هذه الشريحة في الدول دي يؤثر على الأمن القومي المصري. إذن ما يدور في العراق وما يدور في تونس والجزائر وفي ليبيا وفي السودان وفي منابع النيل وفي أثيوبيا وفي الصومال وفي كل دي بيؤثر على الأمن القومي المصري تأثير مباشر، لأن هو ده المجال الحيوي بتاعنا بتاع مصر. طيب الامن القومي المصري حاليا بيتاثر بايه؟ بتهديدات داخليه وتهديدات خارجيه. كويس. التهديدات الخارجيه اللي هي عباره عن ايه دلوقتي؟ نمسكها كده من الخارج. نمره واحد ما حدث بين غزه، بين حماس وبين اسرائيل. حماس بدات المشكله وهي عارفاها وحاسباها كويس قوي، بتخلق المشكله، خلقت المشكله وخلقت الحرب ضد إسرائيل وتريد من مصر إطفاء الحريق للجرجرة، لجرجرة ودفع مصر إلى مشكلة، ولكي تثبت للعالم أو ده فكرها هو إن مصر في عهدها الحالي غير قادرة على السيطرة على المنطقة دلوقتي وقدرتها على التأثير ضعيفة، عشان كده رفضت المبادرة. لكن أيام شيخ المنصر اللي كان موجود مرسي رفع سماعة التليفون، قالوا له اوقف القتال ما بين حماس وما بين إسرائيل، رفع سماعة التليفون لحماس اوقفوا، فوقفوا القتال وأحالوا وأدارت حماس ظهرها من إسرائيل وحولت مدافعها إلى سيناء لكي تقتل وتضرب الجيش المصري والشرطة وأهالي سيناء. ما هي حماس دلوقتي بتتكلم زي ما تكون بتحارب مصر. ما هي بتحارب مصر فعلا دلوقتي، هي بتحارب مصر متضامنة بيضمنها في هذا قطر وتركيا، هذا الثلاثي. تقولي بقى هتنتهي على إيه عشان بس الوقت يا سيادة اللواء؟ يعني تقول لي المخطط هيستمر كم يوم في هذا، ولا هيقوموا بالتهدئه، ولا هيقبلوا بمبادره هتتقدم بها تركيا؟ يعني تقول لي من وجهه نظرك. طبعا هم عايزين يفشلوا الدور المصري، وشوف في مصر بتستعيد قوتها وقوه تاثيرها في المجال الاقليمي والمجال العالمي، وابتدت تاخد وضعها، وبالتالي يهمهم ان هم يعيدوا مصر الى مكانتها اللي كانت ايام اللي هي الضعيفه ومصر الغير قادرة على السيطرة وعلى الأمن وعلى الحفاظ في البلاد. وبالتالي رفضت حماس بدعوة وبأس من في تركيا وأس من قطر، وبعدين يريدون صراحة إفشال المبادرة المصرية بتقديم مبادرة مناظرة ليها. المبادرة هي المبادرة المصرية، ولكن غيروا عنوانها فقط لا غير، من فوق بقت المبادرة القطرية التركية. ليه؟ لغرض إبعاد دور مصر. طبعا لما تتقدم باسم تركيا واسم قطر حماس هتوافق عليها، لكن المبادرة اللي بتقدمها باسمنا حماس مش موافقة عليها، بيدعهم. ولكن أنا عاوز أقول إن مصر بقوتها الجيوستراتيجية والجيوبوليتيكية، أوباما والإدارة الأمريكية رفضت المبادرة التركية
القطريه اقتناعا منها بدور مصر الحيوي، لان دي حاجه شكليه. قطر دي ايه اللي هي على مسافه بعيد ايه، وتركيا اللي بيننا دي اللي هتؤثر على المعبر وعلى الجار اللي بيننا وبينه حدود، بينه الجغرافيا بتقول غير كده، الجغرافيا. ما هو عشان كده كانوا عايزين يخلوا ان المعبر يكون هناك رقابه دوليه، عشان هنا كده هنا عايزين غزه عايزه ايه؟ غزه تريد ان تفصل غزه عن المشكله الكبيره، عايزين يعيدوا هنا، عايز يعيد غزه تحت السيطره، يعمل منه حكومه مناوئه لحكومه هنيه وحكومه الضفه الغربيه، وبالتالي عايزين يحولوا غزه الى قطاع يدولوه، عايزين يعملوا ميناء دولي، مطار دولي، ميناء رفح يحولوه الى ميناء دولي باشراف دولي، ويبقى كده مصر، وده يؤثر على الامن القومي المصري بالكلام ده، عشان تبقى في نواه لدوله اخوانيه. بالظبط، ولذلك هم دلوقتي بيصعدوا الاثنين، من مصلحه اسرائيل التصعيد ومن مصلحه حماس التصعيد وزياده الخسائر في الشعب. ليه؟ علشان خاطر اللاجئين يحصل عمليه نزوح للاجئين من خلال معبر رفح. هيتمركزوا فين؟ هيتمركزوا في رفح وحوالين رفح، ويبتدوا يسرحوا في المحافظات مصر، زي سنه 2009 لما عملوا الشغلانه ديت وضغطوا على مصر. رحنا جبنا الحمسميه والارهابيين منين؟ جبناهم من المنيا ومن بني سويف، ومعاهم متفجرات اللي هي العناصر الارهابيه بتاعت حماس. استغلوا عمليه النزوح مع اللاجئين ودخلوا في وسطهم، ودخلوا في محافظات مصر، والامن الوطني والشرطه قبضت على العديد منهم وجابوهم من المنيا، سرحوا كانوا علشان يعملوا العمليات الارهابيه في عايزين يكرروا العمليه ديت تاني. ولكن انا بقول ان المعبر يجب ان يفتح فقط لا غير للحالات الانسانيه وللامداد. لاجئين لا، اللاجئ دافع عن بيتك وموت في مكانك دفاعا عن شرفك وارضك وعرضك اللي انت موجود فيها. لكن اعتقد انت الكلمتين دولت يعني احسن حاجه اللي احنا نختم بيهم كلامنا. انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا على تواجدك النهارده معانا، واللي انت القيت الضوء اللي احنا عرفنا اين الاشاعه من الحقيقه في كل ما يتم ترديده. شكرا بشكرك جدا.